هذه أهم وأشهر كريمة تورتة في ألمانيا، اسمها دوتشي بوتر كريم، والترجمة كريمة الزبدة الألمانية. مكوناتها كسترد وزبدة. بنبدأ بالكسترد، نحط صفار البيض مع السكر والنشا والفانيلا وشوية ملح والحليب، نحطهم كلهم في قدر واحد. في البداية نحرك على البارد. تعرفوا ليش نخلط المكونات وهي باردة؟ أولا لأنه فيها نشا، والنشا مع الحرارة تتماسك أو يصير فيها تكتلات. ثانيا لأنه فيها صفار البيض. الآن نحط القدرة على النار ونطبخها مع التحريك المستمر. التحريك هنا ضروري جدا ولا الكريمة بتحترق من تحت. بعد ما قوام الكريمة تصير بهذا الشكل نحطها في صينية ونغطيها بكيس. الغلاف الأول لازم يكون فوق الكريمة بالضبط، والغلاف الثاني فوق. سوينا كده عشان الكريمة ما تنشف من فوق. نترك الكريمة على درجة حرارة الغرفة. نخفقها بالمضرب الكهربائي عشان تصير ناعمة. الآن نضيف الزبدة على شوية شوية، والزبدة لازم تكون على درجة حرارة الغرفة. في ناس يعملوا العكس، يعني يخفق الزبدة اللي تكون على درجة حرارة الغرفة ويضيف الكسترد على شوية شوية. اختار الطريقة المناسبة لك. نغطيها ونحطها في الثلاجة أقل مدة ساعتين. نطلعها من الثلاجة ونخفقها مرة ثانية. كريمة الزبدة الألمانية تستخدم بشكل عام كحشوة. هذه هي الوصفة اللي تعتمدها أم سالم. إذا تشتون أصور لكم وصفة مع الكريمة هذه اكتبوا لي في التعليق. سلام.